السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حباب قلبي؟ صلوا على النبي. اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، ويا ريت تدعموني بلايكات وكومنتات، عايزة اشوفها حلوة كده بإذن الله. النهاردة وصفتنا بسيطة وسهلة ومش مكلفة برضو. احنا النهاردة هنعمل صينية بطاطس بالفراخ. طبعا انا كنت بسلق الفراخ على النار، واكيد كلنا عارفين الفراخ. انا قلت لكم انا بسلقها ازاي، ان انا بروح مشوحاها في قلب زيت، وبعد كده اروح نازله عليها بالتتبيله بتاعتي، واروح نازله عليها بميه سخنه. تمام. معانا بقى النهارده طماطم مضروبه في الخلاط، وطماطم مقطعينها شرايح، وبصلتين مقطعينهم شرايح، وفصين 2 توم مقطعهم حتت صغيره، ونص قرن فلفل حراق. وطبعا البطاطس بتاعتنا انا مقطعاها حبات تكون تخينه شويه، عشان تبقى ايه، ما تبقاش رقيقه كده. لما تيجي تتسبك وتتعمل في الاكل تبقى طعمها حلو، ما تبقاش مهريه. تمام. جبنا دلوقتي طاسه، حطينا فيها ماده دهنيه زيت وشويه سمنه، ورحت نازله عليهم بالبصل، وبعد كده رحت نازله عليهم بشويه الثوم والفلفل الاسمر والفلفل الاخضر، انا اسفه معلش. تمام. هروح بقى دعكه ده كله في بعضه، واحط عليهم ملح والفلفل الاسمر. تمام. بعد كده هروح بقى ماسكاهم دعكاهم كويس قوي قوي قوي، عايزاهم يبقوا يندمجوا كده، والبصل ينزل ميته ويندمج مع السمنه بقى والزيت والحاجات دي، عشان يبقى طعمها حلو كده، وكل البصل يشرب من الماده الدهنيه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين انا عملتها ازاي؟ تمام. اروح نازله عليها بقى بايه، بالكميه البطاطس كلها بتاعتي. تمام. ماشيه معاكم خطوه بخطوه بالراحه خالص اهو. جبنا البصل وحطينا عليه الثوم والفلفل الاسمر والفلفل الاخضر والملح، ورحت دعكه ده كله في قلب السمنه والزيت، ورحت زي ما انتوا شفتوا دعكتهم كويس قوي قوي قوي. وبعد كده رحت نازله عليهم بالبطاطس بتاعتي. تمام زي ما انتوا شايفين كده. ندعكها كويس قوي 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 في البصل كده، وخليها تشرب من ميه البصل اللي نزلت والسمنه والبهارات دي كلها اللي انا حطيتها، اللي هي الملح والفلفل الاسمر. انا ما حطيتش اي بهارات تانية. انا ما بحبش احط بهارات في معظم اكلي يا جماعه، مش كل حاجه بحط لها بهارات. يعني انا اللي تستاهل ان انا احط لها ما احط لهاش خلاص، ما فيش مشكله يعني. كل ما انتي بتخلي البهارات حبه صغيرين، بتدي الاكل طعم ونكهه. تمام. دعكناهم كلهم في بعض زي ما شفتوا، ونزلت عليها بالطماطم الشرايح، واديتها برضو تقليبه. مش هنكتر التقليبه في الطماطم ليه؟ عشان الطماطم ما تتهريش مننا. تمام. احنا عايزينها تكون صحيحه كده معانا. تمام. هنروح بقى نازلين عليها بالطماطم اللي احنا ضربناها، ونقلبهم برضو كلهم في بعض كده. احنا مش هنحط بقى اي مواد دهنيه تانية، خلاص احنا خلاص حطينا السمنه والزيت وقلبناهم في بعض بالبصل والحاجات دي زي ما انتوا شفتوا. تمام. هنقعد نقلبها كويس قوي قوي لحد ما نحس ان هي كلها بقت شربت من بعضها. تمام كده حلو قوي. بوريكم بقى ان انا خلاص هحطها على النار. انا بقى ايه، بسقيها بالشوربه. تمام. بسقيها بالشوربه، بس بحط كمان شويه ميه، مش بحط شوربه بس. الميه عشان تساعد في السوا. وطبعا بوريكم ان الفراخ بتاعتنا كانت على النار، فراخ بقى البلدي الجميله بتاعتنا بتاعت تربيه البيوت بقى، طبعا عارفينها. بصوا انا حطيت شويه ميه زي ما شفتوا في الاول كده، تحس ان الصينيه فيها ميه، ورحت نازله عليها بكبشتين شوربه، ورحت نازله عليها بنص مرقه دجاج. بس كده خلاص، انا مش هحط اي حاجه تانية كده. بقى مقدار الميه حلو ومقدار الشوربه حلو، ومولعه طبعا النار اهوت. هروح بقى نازله عليها في قلب الصينيه وحطها. هسيبها بقى لحد ما تستوي معانا، وهنغطيها. طبعا احنا عارفين بنسويها، طبعا عارفين بنسويها ازاي. ده منظرها بعد ما سويتها. بصوا كانت مهروسه وكانت حلوه وجميله، كانت حلوه قوي قوي. تمام. بصوا انا بقى ما بحبش ان انا اهريها قوي اخليها، يعني انا اسفه، اخليها تتقطع قطع رفيعه عشان خاطر ما تهريش معانا. طبعا دي البطاطس، قصدي الفراخ، انا اسفه معلش يا جماعه. الفراخ طبعا بتاعتنا البلدي الجميله متحمره، وطبعا كنت لسه احطها في الفرن. انا كنت بعد ما سويتها بس حبيت اوريها لكم. تمام. ده بقى منظرها بعد ما طلعت من الفرن. طبعا عملنا الرز بالشعريه بتاعنا، كلنا بنعمل رز بالشعريه عارفينه. وطبعا الفراخ بتاعتنا الحلوه الجميله، وصينيه البطاطس التحفه بتاعتنا اهي.
بصوا كانت متحمره بقى وجميله وايه. انا ما حمرتش الفراخ على على البطاطس ليه؟ علشان خاطر الفراخ دي بلدي ما تنشفش معايا في الفرن. تمام. فحمرتها في فوق افضل، وبعد كده رحت حاطه. جربوها ويا رب تعجبكم.